فيديو النهارده هناخد جولة في التيك توك الجزائري وهنشوف شوية فيديوهات فيه وهنقيمها. بس قبل ما نشوف الفيديوهات دي متنساش لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ودوس لايك الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. بتأسف جدا على الغيبة اللي انا غبتها الكام يوم دول، بس كان عندي شوية مشاكل شخصية كده. ولا بقى نشوف أول فيديو معانا. قوية. أول فيديو معانا عن ندى الجزائرية. ندى الجزائرية أنا بقيت من الناس اللي بتحب ندى اللي في اللايفات أكتر من ندى اللي في الفيديوهات. فانز ندى ما يزعلوش، بس بحس فيديوهات ندى مفيهاش فكرة جديدة. ندى بتطلع بتقول ربع الكلام اللي في الفيديو باقي الكلام بتحرك الكاميرا بس. ندى اللي في اللايفات ألطف بكتير جدا. ولو أنت عندك رأي معارض مع الرأي اللي أنا قلته أنت ممكن تقوله في التعليقات، وممكن أكون أنا غلطان عادي جدا. وبغض النظر ان الكتابه اللي فوق ده انا ما فهمتش منها حاجه، كل اللي انا فهمته جدك سنه 1980. الشخص ده انا شفت له كذا فيديو قبل كده جه قدامي. الشخص ده بيخليني اضحك بشكل مش طبيعي. هو كاركتره كوميدي زي بلال فضيلي. بسم الله ما شاء الله. المحتوى الكوميدي في الجزائر جميل جدا. بياخدوا شويه ترندات من مصر كده بيقلدوها، بس مش مشكله كلنا اخوات. علينا تحكر مزاجي حاجة أمواجي أنا مني بحاجة لأمثالك وهو علينا مخضة أعصابي سكروا كل بوابي. عارفين فيديو نورين اللي انتوا شفتوه ده؟ نورين انا شفت لها كذا فيديو قبل كده. مستغرب حاجه غريبه جدا ودي ما شفتهاش غير في المحتوى الجزائري بس. نورين برغم ان هي بتتعب جدا على فيديوهاتها، بتصور الفيديو، بتعمل له مونتاج، بتفكر في الحركات، تطبق الحركات دي بطريقه جميله جدا. يعني الفيديو مش فيديو كده خلاص بتنزله على تيك توك، الفيديو فعلا متعوب عليه. رغم كل ده نورين وفي شخصيات تانية كمان مش مشهورين كمية الشهرة اللي فيه اشخاص تانيين مش بيتعبوا خالص على محتواهم. انت لو تعرف السبب ممكن تقولولي في الكومنتات. وجعوا بيني مور انا بيني في الصداع بيني مبرم نفوت عايزيني سلبلع. ضيف لي كمان منى الجزائرية. بس منى مش بتتعب كمونتاج والكلام ده كله، هي بتحط التليفون قدامها وتصور وخلاص. بس الليبسينج اللي هو بتشغل اغنية وبتأدي عليها تعمله بطريقة جميلة جدا. والبنت بسم الله ما شاء الله عليها من ساعة ما شفتها حسيت ان هي من اجمل اصلا البنات اللي شفتهم في المحتوى الجزائري كله. وبرغم كل ده ملهاش جمهور كبير جدا، يعني مش عارف ليه برضو السبب. اشخاص كتير غيرهم شايفهم ان هم مبدعين جدا مش واخدين حقهم. بس هو ده كان فيديو النهارده. فيديو لو قصير شويه اعذروني، بس والله العظيم انا بعمل فيديو ده وانا تعبان اصلا. اشترك في القناه وحط لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. كل خير احسن الناس في الدنيا. سلام.